السلام عليكم، معكم عبير السيد من قناة حلو بيتي. النهاردة ان شاء الله هنعمل التوست بأقل التكاليف، وهيطلع هش جدا وطري جدا. حاجة كده تحفة. بس قبل ما نبدأ نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، واي حد يعجبه الفيديو ما ينسينيش باللايك والاشتراك عشان اقدر انزل لكم كل جديد. هنا عندنا بولة هنحط فيها نص كيلو دقيق هننخله، وهنا عندنا معلقتين خميرة بمعادل 8 جرام، ومعلقة سكر كبيرة، ومعلقة ملح صغيرة. هبدأ كده اقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها. هبدأ اقلبهم كده، وهبدأ كده اعجن. يكون معايا كوباية مية دافية. هنبدأ كده نحط المية تدريجيا، وهبدأ اقلب واحدة واحدة كده، وابدأ اقلب. ابدأ اعجن بقى مع بعض، اعجن العجينة كده واحدة واحدة وانا بحط المية. هي خدت مني كوباية ونص مية، خدت 300 جرام مية. هبدأ كده احط معلقة زبدة، وممكن نستغنى عن الزبدة خالص ونحط معلقتين كبار زيت. هي برضو تبقى دي المادة الدهنية بتاعتنا. هي دي التوست ده هيطلع هشش جدا وجميل وبأقل التكلفة. هبدأ انزلها على الرخامة كده، وابدأ اكمل العجن فيها. وهبدأ احط اسيبها كده على الرخامة. هغطيها بكيس بلاستيك. هبدأ الفها الاول كده، واغطيها بكيس بلاستيك كده، واسيبها ترتاح 10 دقايق. انا مش بخمرها، هي بس الخميره تبدا تشتغل فيها. هبدا كده اقسمها لكورتين. اول كوره كده هبدا الفها واقفلها من تحت. هبدا كده اكورها واحطها على جنب، والناحيه التانية برضو الكوره التانية هبدا الفها كده واقفلها من تحت، وابدا اكورها برضو الفها على الرخامه. هبدا افردها كده، انا هقلبها كده وابدا افردها. هبدأ كده افرد وابطط فيها، هبطط وافرد فيها، وبعد كده هتنيها من الاحرف. هبدأ اتني واقفل جامد، واتك ببطن ايدي كده، وابدأ برضو الف واتك جامد عليها لحد ما تقفل. كل ما اقفل واعمل يعمل لي رقات كده، يبقى مورق من جوه. هبدأ اقفل من تحت كده. يكون عندي هنا القالب رش عليه زيت. هبدأ كده انا كده ارش على القالب، هبدأ احط فيها رشة زيت كده في القالب، وابدأ اظبطه. هبدأ اظبطه كده، والتانية برضه هقلبها كده واقفلها من تحت، وابدأ افردها. هبدأ كده برضه الف واتك عليها ببطن ايدي، وابدأ الف تاني. هلف كده كويس قوي واتك عليها، وابدأ كده الاحرف دي هقفلها كويس من تحت، وابدأ اظبطها من الجناب. واكون هنا دهنة صفيحة السمنة برشة زيت. هبدأ احطها كده بالراحة. هبدأ احطها كده وهي نايمة كده. هبدأ كده احطها واظبطها واقفل عليها واسيبها تريح هنا، واسيبهم يخمروا. هي قعدت معايا ساعة ونص لحد ما خمرت. بصي منظرها طالعه جميل جدا. وهنا كده انا قفلتها بالورق الالومنيا ده عشان ما تخرجش منها. وهبدأ احطها في كده في صينية صغيرة. هبدأ احطها فيها واضغط كده عشان ما يخرجش لما تخش النار وتقب ما يطلعش منها. وهبدأ ادخلهم الفرن على درجة حرارة 180. ده كده اول ما خرج. بس اعذروني انا اسفة، الفيديو كنت بصور الموبايل كان فاصل، معرفش ان هو فاصل. صفيحة السمنة كانت طالعة تحفة، بس التصوير راح خالص. بس بصي هنا تحفة وطري قوي وجميل جدا، وما يعني لا لبن ولا حاجة، احنا عملناه بالمية. وهنا برضو دي من صفيحة السمنة. بصي مدورة وطرية وجميلة ازاي، تحفة. بشوية مية وشوية دقيق وذرة ملح وخميرة عملنا احلى توست.
بصي انا حاطه عليه النوتيلا دي. النوتيلا دي برضه انا عاملاها في البيت، وان شاء الله هنزل لكم الفيديو. اي حد يعجبه الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك عشان اقدر انزل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.